ازاي تعملي صينية جلاش بحشوة الفراخ والجبنة الموتزاريلا وتطلع معاكي خطيرة بالشكل ده؟ هعصج الفراخ في طاسة فيها معلقة سمنة ومعلقة زيت، وبعد كده نزلت بالفراخ، واول لما تاخد صدمة هنقلب، وبعد كده هنزل عليها ببصلة متقطعة صغير وفلفل احمر واخضر وطماطماية، وهنقلب وهضيف عليها بقى الملح والفلفل الاسود وسبع بهارات وبهارات فراخ وبابريكا، وبس كده. اول حاجة هعملها هدهن الصينية سمنة، ومعايا لفة جلاش وسمنة. هفرد اول ورقة وادهنها سمنة كويس جدا، وبعد كده هجيب ورقة تانية وادهنها سمنة برضو زي ما انا بعمل كده، وهنزل عليها بمعلقتين من حشوة الفراخ الخطيرة ورشة من الجبنة الموتزاريلا. يا سلام بقى على الجمال، بجد خطير وحلو من الاخر. وهقفل بالشكل ده وادهن سمنة برضو، وبس كده. ده شكلها عظمة بجد، لازم لازم تجربوها. الطريقة دي بجد سهلة جدا. وهعمل معاكم كمان واحدة بنفس الطريقة. هفرد الجلاش وادهنه سمنة كويس، وانزل عليه بمعلقتين من حشوة الفراخ ورشة من الجبنة الموتزاريلا، وهقفل برضو وهدهن سمنة، وبس كده. واخر حاجة هعملها هرصه في صينية وهرش عليه جبنة موتزاريلا، وهدخله فرن سخن على درجة حرارة 180. وده شكله بعد ما خرج، خطير جدا وجميل قوي. جربوه بألف هنا، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.